بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة صينية بيتزا. اول مرة هنقدم مخبوزات مع بعض. المكونات بتاعة الصلصة انا بحب اضيف لها بصلة. البصلة بتدي تقل للصلصة الحقيقة وبتخليها جميلة وبتبقى ظاهرة على العجينة بتاعتنا. معانا حوالي نص كيلو طماطم وبصلاية كبيرة وفصين توم. التوم برضو بيديلها ريحة حلوة وطعم كويس. الطماطم هنضربها في الخلاط ونحاول تبقى المية بتاعتها قليلة شوية. هنجيب حلة على النار بقى وفيها معلقتين 3 زيت، وهنضيف الصلصة بتاعتنا على النار، وهنضيف لها معلقة ملح أو نص معلقة حسب ما بتحبي في الحد أو حسب الرغبة. هنضيف كمان سنة ملح، سنة سكر صغيرة علشان الصلصة يبقى فيها طعم مسكر. في ناس بتبقى تحب تضيف كاتشب، بس الحقيقة احنا عايزين ايه، كل حاجة نعملها تبقى طبيعية ومن البيت. وكمان هنضيف حوالي نص معلقة كمون تديلها طعم وريحة حلوة كده للصلصة بتاعتنا. تعالوا بقى هنجهز العجينة مع بعض على اما الصلصة بتاعتنا تستوي. معانا كيلو دقيق. الحقيقة الدقيق دهوت انا ضايفه له كوباية دقيق ذرة. الدقيق الذرة برضو بيديله نعومة والعجينة تبقى دايبة معاكي كده وتقطم معاكي في الاكل، ما تبقاش شادة ولا حاجة. لو مش متوفر عندك الدقيق الذرة ممكن تضيفي كوباية زبادي كبيرة او كوبايتين من الصغيرين. بنضيف برضو نص معلقة ملح، سنة سكر الخميرة، ومعانا نص كوباية زيت من كوباية الشاي العادية أو كوباية من الصغيرين زي ما احنا شفنا كده. كمان بحب ان انا اعجن العجينة على طول، ما بخمرهاش او ان انا اعمل ارب الخميرة الاول ولا حاجة. وما شاء الله لو المية دافية بتطلع معاكي العجينة على طول وبتبقى جميلة وبتشتغل معاكي عادي، مفيش فيها أي مشكلة. بعد ما عجنت العجينة كويس بدهن وشها بنقطة زيت صغيرة وبغطيها في مكان دافي في المطبخ. بتقوم يا دوبك 10 دقايق أو ربع ساعة بتكون خمرت معاكي وبتبقى زي الفل. أنا ما بحبش أربي الخميرة زي ما أنا قلت، أنا بشتغل بيها ما شاء الله على طول وبتطلع النتيجة حلوة وجميلة ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. انا هاخد نص العجينة صينية. بنجيب الصينية بتاعتنا وبندهن الأرضية زيت وبنفرد العجينة فيها زي ما احنا شايفين ما شاء الله بتفرد معاكي على طول اهيت. الحقيقة قد ايه الذرة بيخليها والله دايبة وجميلة وتفرد معاكي وما ترجعش تلم منك تاني، وبتبقى سهلة في ان انت بتفردي العجينة. شايفين يا جماعة الصلصة ما شاء الله بعد ما جهزت وبردت معانا تقيلة ازاي. البصلة بتديلها تقل بتبقى جميلة وبتخلي طعم الصلصة نفسه مسكر وجميلة في الأكل. هنوزع بقى الصلصة بتاعتنا على وش البيتزا أو العجينة زي ما احنا شايفين كده. بعد ما وزعنا الصلصة يا حبايبي على الصينية كلها بنبتدي بقى ان احنا نجيب بقية المكونات بتاعتنا. عندنا فلفل أخضر مقطعينه شرايح أو حلقان أو زي ما تحبي، وبتوزعي على الصينية برضو بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. كمان بيبقى معانا زيتون أسمر أو أخضر برضو زي ما بتحبي في الأكل عادي، مفيش أي مشكلة خالص، زي ما بتحبي تضيفي على البيتزاية. الحقيقة ان البيتزا بتحب او المعجنات عموما بتحب ان المكونات تبقى عليها مكونات كتير، يعني تكتري من البيتزا من الخضار بيديلها طعم جميل.
كمان معانا جبنة صنفين، شيدر وجبنة ميكس، بتوزعيها برضو بعد الفلفل والزيتون ما ضفناهم. ولو عندك جبنة زيادة برضو عايزة اي نوع تاني تضيفيه مفيش مشكلة. ما شاء الله والله شكلها جميل، وان شاء الله طعمها يبقى اجمل، واتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقة ديت وان شاء الله تعجبكم. بعد ما الصينية بتاعتنا جهزت يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده، هندخلها الفرن وبعدين هنشوفها مع بعض. ما شاء الله هي بعد ما خرجناها من الفرن والله شكلها وريحتها ما شاء الله جميلة، والعجينة بتاعتها بتبقى دايبة ما شاء الله، لان زي ما قلت الدقيق الذرة والله بيدي طراوة للعجينة نفسها، وبيخليها تبقى دايبة وبتفرد معاكي بسرعة، ما تبقاش شادة معاكي في الاكل ولا اي حاجة. مش متوفر بنضيف كوبايتين زبادي من الحجم العادي، او كوباية كبيرة زي ما احنا قلنا. ما شاء الله السكينة ما قطعتش مكان العجينة قوي اهيت، ما شاء الله جميلة. اتمنى ان الطريقة دي تعجبكم، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، واحب اعرف تعليقاتكم على القناة، وبألف صحة وعافية يا رب.